السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ مرضى السكري، القناة اللي عودتكم أنها تقدم وصفات ونصائح لأصحاب داء السكري. وصفتنا لنهار اليوم وصفة رائعة، واني متأكدة أنه جميع متتبعي قناة مطبخ مرضى السكري راح يجربوا هذه الوصفة وراح تعجبهم. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم بسبوسة بالبرتقال بطريقة جد رائعة، مقادير بسيطة وطريقة تحضير سهلة وسريعة. إذا بدون إطالة نمر إلى مقادير وطريقة تحضير هذه البسبوسة. كما راكم تلاحظوا مقادير قليلة وبسيطة ومتوفرة في أي بيت مريض سكري. إذا نحتاج حبة برتقال الوزن تاعها تقريبا 200 جرام. نحتاج كذلك إلى كوب من طحين الشوفان، خذيت كمية من رقائق الشوفان وطحنته. هنا حوالي 90 جرام من طحين الشوفان. نحتاج كذلك إلى نصف كوب من زيت الزيتون أو 100 جرام، 2 حبات بيض، نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، نصف ملعقة صغيرة فانيليا، وكمية قليلة من الملح. إذا مباشرة نمر إلى طريقة تحضير وصفتنا لنهار اليوم اللي هي بسبوسة بالبرتقال. إذا أول خطوة بعد ما نغسلوا الحبة تاع البرتقال جيدا راح نقطعوها إلى قطع صغيرة باش نطحنوها. هنا نستعملوا آلة الطحن كما راكم تلاحظوا الطريقة، وهذا هو حجم القطع. بالنسبة لقشور البرتقال القشر تاعها يعني حيترحى جيدا في حالة ما كان رقيق. في حالة ما كان خشين قشر البرتقال نضع الحبة داخل ماء ساخن مدة 20 دقيقة، مدة 20 دقيقة حتى تطلى الحبة وتترحى جيدا. لكن إذا كان السمك تاعها هكا رقيق ما تخافوهاش حتترحى جيدا. إذا بعد ما قطعنا الحبة إلى قطع صغيرة راح نوضعوها داخل الآلة ونطحنوها جيدا، هذاك الجزء لازم يتنحى. إذا نوضع القطع داخل الآلة، والآن نضيف للبرتقال المكونات السائلة. عندنا 2 حبات بيض، نضيف معهم نصف كوب من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. إذا بعد ما وضعنا جميع المكونات السائلة في آلة الطحن راح نطحنوهم جيدا، يعني تقريبا المدة 3 دقائق إلى 4 دقائق، بحيث أن الخليط لازم يطحن جيدا. دوك نوري لكم قوام الخليط، هذا هو القوام. الآن نمر للخطوة الموالية، أن نمزج جميع المكونات مع بعض. ناخذ صحن نوضع فيه الخليط الأول، هذا هو الخليط تاع البرتقال والبيض وزيت الزيتون. كما راكم تلاحظوا هذا هو القوام. الآن نضيف لهم قلنا كوب من طحين الشوفان ونصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم وملح. بعد ما وضعنا جميع المكونات مع بعض راح نمزجوهم جيدا بواسطة الملعقة. طبيعة الحال الآن أنا موجدين الفرن على درجة 180. بعد ما مزجنا المكونات مع بعض، وهذا هو قوام الخليط النهائي. والآن نمر إلى آخر خطوة، ناخذ الصحن على جنب وناخذ المول اللي حنستعملوه. بطبيعة الحال بعد ما دهنته بالزبدة طبيعية جيدا. كما راكم تلاحظوا وضعت هنا دوائر من البرتقال، كانت عندي حبة أخرى قسمتها إلى دوائر، والشكل حسب الرغبة قطعوها كما حبيتوا. والآن بعد ما وضعنا دوائر البرتقال راح نفرغوا الخليط فوق الدوائر. وكما قلت لكم الفرن أنا موجدينه على درجة 180. نوزع الخليط في المول بهذه الطريقة، ونديروا هذه الحركة باش يتوزع كامل الخليط في المول. والآن دخلوا المول للفرن على درجة 180. مدة الطهي ما بين 30 إلى 40 دقيقة، يعني كل واحد على حسب الفرن تاعو. المهم بعد 30 دقيقة راح نشوف الأطراف إذا تغير اللون تاعهم معناتها طابت.
والآن بعد ما طابت البسبوسة خليتها بردت جيدا. كما راكم تلاحظوا راني نحي المول بكل سهولة، حتى بالنسبة لهذا الجزء نحالي بكل سهولة. وهذه هي النتيجة النهائية لبسبوسة تاع نهار اليوم، بسبوسة بالبرتقال وبدون سكر. كما راكم تلاحظوا الشكل تاعها جد رائع، حتى الذوق تاعها رائع. وكما قلت لكم اني متاكده انكم راح تجربوا هذه البسبوسه وراح تعجبكم. اذا ناخذ جزء ونوري لكم من الداخل كيفاش طابت. يعني البرتقاله حيرجعها ماشي ناشفه، تجي روعه، الذوق تاعها يجي رائع. راكم تلاحظوا من الداخل كيفاش طابت. اذا نوضعها في صحن. نتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات رايكم فيها. كما انا جربتها عده مرات وعجبتني، ويعني اعتمدت عليها في عده مرات، حتى يعني في المناسبات اعتبرتها كأنها بسبوسة. كما قلت لكم البرتقال عطاها ذوق رائع وخلاها تشبه البسبوسة. المهم أنها بدون سكر، يعني مناسبة لمريض السكري. دوك ناخذ قطعة صغيرة وتشوفوا من الداخل، يعني لاحظوا الجزء الداخلاني كيفاش طايب. وفي الأخير نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة وتكتبوا لي في التعليقات رأيكم بكل صراحة في هذه الوصفة. نصيحتي لكم كالعادة، تهلاو في صحتكم وفي والديكم. إلى اللقاء.